من زمان والناس اللي في الأرياف المصرية بيحكوا عن أسطورة مرعبة اسمها النداهة. أيوة النداهة، وبيقولوا إنها ست غامضة صوتها بيجي في عز الليل، وفجأة تسمع صوت بيناديك باسمك في عز الليل في عز الضلمة، ولو رديت عليها أو حتى مشيت وراها عمرك ما بترجع زي ما كنت. في اللي بيقول جنية وفي اللي بيقول دي مجرد خرافات بيخوفوا بيها العيال، بس اللي عاش التجربة عمره ما ضحك ولا قال إنها خيال. النهاردة هحكي لكم واحدة من أشهر الحكايات اللي حصلت عندنا في القرية مع عم رمضان، وده كان راجل مزارع عندنا في القرية. عم رمضان راجل فلاح غلبان على طول بيرجع من الغيط عنده كل ليلة متأخر في المواسم الحصاد، لحد ما في يوم وهو راجع من الغيط كالعادة يعني، وكان ساعتها ماشي جنب الترعة زي ما بيمشي كل يوم عشان يطلع للجسر ويبتدي يروح بيته. وطبعا في الوقت ده وهو راجع بالليل كان في هدوء تام، ويسمع صوت ست بتناديه يا رمضان يا رمضان. عم رمضان ساعتها وقف مكانه مخضوض وقلبه بيدق بسرعة علشان عارف ان مفيش حد بيمشي في الوقت المتأخر ده عند الزرع والترعة. المهم فضل يبص حواليه لقى الطريق فاضي، ولما ملقاش حاجة حواليه راح ماشي برضه، لقى الصوت بيناديه بس بصوت اوضح وبيقوله تعالى يا رمضان تعالى يا رمضان. الغريب انه حس انه رجله بتتحرك لوحدها كأنه مسحور، وابتدى يمشي مكان ما الصوت بيناديه. وساعتها دخل الزرع وهو ماشي والدنيا كانت ضلمة، وحتى الهوا كان في الوقت ده ساقع وبيزق عيدان الدورة حواليه، وكل ما يقرب الصوت بيعلى وبيقوله تعالى يا رمضان انا عارفاك تعالى، لحد ما لقى نفسه واقف عند الترعة والمية سودا والجو كان تلج ورجله غرزت في الطين، ولو كان اتحرك خطوة تاني كان هينزل جوه الترعة. وفجأة واحدة عم رمضان في كلب جه عنده وفضل يهوهو عليه، وعم رمضان بيقول لما الكلب هوهو عليا حسيت اني فقت وكأني كنت في غيبوبة. وعم رمضان بيقول وانا ببص حواليا لقيت نفسي واقف عندي طرف الترعة وجسمي كله عرقان وصوتي مكتوم، ولولا هوهوة الكلب ده كان زماني وقع في الترعة علشان انا ما بعرفش اعوم خالص. وهنا عم رمضان لقى نفسه بسرعة، ولما فاق خد بعضه جري ورجع على البيت بعد الليلة واليوم اللي شافه ده. وفي البيت بعد ما وصل بالسلامة حكى لمراته عن كل اللي سمعه واللي حصل له، واهل القرية ساعتها عرفوا. لكن عم رمضان ما بقاش زي الاول خالص، ما بقاش يطلع الزرع، حتى الزرع بتاعه ابتدى يبوظ، والناس ابتدت تقول له مالك، والناس ابتدت تخش تزوره، وكل اللي بيخش بيزور عم رمضان بيلاقي وشه اصفر، حتى نبرات صوته متغيرة، مبقاش النبرات اللي بيسمعوها من عم رمضان، وكأنه صوته اتغير تماما. ومن هنا استشاعت خبر في البلد كلها اللي النداهة جت لعم رمضان وندهت له في الزرع. وبعدها بكام يوم عم رمضان اختفى، ما بقاش ليه اي اثر، ولا في البيت ولا في الغيط ولا في الترعة ولا حتى لاقينه في اي مكان، ولا كأني الارض اتشقت وبلعته. ومن ساعتها وفي ناس في القرية بيحلفوا انهم بيسمعوا صوت ست بتنادي في الضلمة يا رمضان يا رمضان، وكأنها لسه بتدور عليه. وهنا كده يبقى انا خلصت قصتي وحكاية النداهة مع عم رمضان، واللي فضل مكمل معايا للنهاية ما ينساش يدوس لايك ويكتب كومنت. ولو انت اول مرة تتابعني في القناة ما تنساش تشترك في القناة عندي وتدعمني. سلام.